السلام عليكم. ريال مدريد يكتشف مدى إصابة إبراهيم دياز وهذه التفاصيل. تلقى ريال مدريد خبرا مطمئنا إذ أظهرت فحوصات أن لاعبه إبراهيم دياز ليس مصابا. دياز خرج من الملعب في الدقيقة 81 خلال مباراة بين النادي الأبيض ومضيفه لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدف الفوز للفريق. وشكلت الإصابة المحتملة لدياز صداعا ريال مدريد نتيجة معاناته مع إصابة عدد كبير من اللاعبين آخرهم الإنجليزي جود بيلينغهام إضافة إلى تيبو كورتوا. كما أوردت أن تصويرا بالرنين مغناطيسي خضع له دياز أظهر أنه ليس مصابا في ربلة ساقه اليمنى، مرجحة أن يكون لائقا لمواجهة رايو فايكانو بالدوري الإسباني الأحد. اللاعب غادر الملعب من دون أي علامات واضحة على ألم، وأفاد أن التصوير بالرنين المغناطيسي بأن ما تعرض له ليس خطرا، إذ أن الأمر ليس أكثر من ضربة تعرض لها أثناء المباراة. وفي الأخير نزلكم مشاهدينا الكرام بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.